سلام عليكم. من بين عجائب الخلق عالم عجيب اسمه عالم الحشرات، عالم مليان بالأسرار والدهشة، عالم كامل منظم فيه شعب وجيش وقوانين ولغة سرية محدش بيفهمها غيرهم. هل تخيلت في يوم إن النمل بيتكلم وعنده لغة خاصة بيه؟ القرآن الكريم من أكتر من 1400 سنة لفت انتباهنا لعالم النمل وذكر لنا إنهم بيتواصلوا بطرق معقدة. أما بقى العلم الحديث وبعد قرون أثبت صحة كلام القرآن. تعالوا بينا مع بعض يا أصدقائي نتعمق في عالم النمل ونكتشف لغتهم وأسرارهم ونشوف إزاي القرآن الكريم كان سابق العلم في الإشارة لهذه الحقائق المدهشة. أهلا بيكم، أنا رحاب محمد. لو أنتم مهتمين بمحتوى الإعجاز العلمي والقصص الدينية والأحداث التاريخية يبقى أنتوا في المكان المناسب، فما تنسوش لايك واشتراك في القناة، شاركوا الفيديو لأصحابكم، ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. مبدئيا كده يا أصدقائي خلينا نسأل نفسنا سؤال مهم: هل النمل فعلا بيتكلم؟ العلماء اكتشفوا إن النمل مش بس بيتواصل لكن عنده لغة معقدة جدا. الدراسات الحديثة أثبتت إن النمل بيتكلم عن طريق الفيرمونات الكيميائية والإشارات الصوتية وحتى النقرات على الأرض. طيب يعني إيه الكلام ده؟ خليني أقولك. بتاريخ 6 فبراير 2009 نشرت صحيفة التايمز البريطانية الشهيرة مقالا في عددها الصادر تحت عنوان Hills are alive with the sound of ants talking to each other، وده معناه التلال حية بأصوات النمل وهو يتحدث مع بعضه البعض. المقال بيتكلم عن اكتشافات علمية جديدة بتتعلق بخاصية التخاطب وتبادل الحديث في مملكة النمل. وبيذكر المقال إن الاكتشافات الحديثة بيّنت إن لغة التخاطب عند النمل متطورة ومتقدمة على نحو كبير وأكبر مما كان يعتقد قبل كده. وكمان بيشير المقال إلى أن التطور الحديث في مجال التكنولوجيا الصوتية مكن العلماء من اكتشاف أن النمل بيتكلم مع بعضه البعض، وده بيتم بصورة دورية. وأوضح المقال كمان أنه من خلال وضع ميكروفونات وسماعات دقيقة في أعشاش النمل اتمكن الباحثون من إثبات أن الملكة بتصدر الأوامر للعمال. نقل المقال تعليق للبروفيسور جيرمي توماس من جامعة أكسفورد، قال فيه إنه من خلال تسجيل أصوات الملكة وهي بتدي الأوامر للعمال وإعادة بث الأصوات المسجلة دي بواسطة سماعات دقيقة جدا داخل الأعشاش تبين وجود ردود أفعال منتظمة بتصدر من باقي النمل، تتمثل مثلا في إبراز قرون الاستشعار ورفع الفك والتأهب للهجوم ضد أي أخطار قادمة. وأضاف إن أهم ما تم اكتشافه هو إن الأصوات المختلفة بتخلي النمل يقوم بردود أفعال مختلفة كمان طبقاً لكل صوت. ومش بس كده، المقال كمان نقل تعليق للباحثة فرانسيسكا باربرو من جامعة تورين اللي ذكرت فيه إن الاكتشافات الحديثة أثبتت إن كل اللي اتقال قبل كده عن عدم وجود دور للتخاطب في تبادل المعرفة بداخل مملكة النمل كان غير صحيح. ودلوقتي بقى خليني أقولك يا صديقي المشاهد على شوية دراسات كده اتعملت بخصوص موضوع النمل بتأكد المقال اللي فات وكمان هتزودنا بمعلومات جديدة. تعرف إن النمل بيتواصل مع بعضه بطرق متنوعة؟ زي إيه؟ زي حاجة اسمها الفيرمونات مثلا، ودي لغة كيميائية معقدة وعاملة بالظبط زي إشارات الإنذار. يعني لما النملة تشوف خطر بتفرز فيرمون معين علشان تنبه باقي النمل. مش بس كده، وكمان عندهم صفارات إنذار بتوصل لكل النمل في المستعمرة، وده بيتم في خلال ثواني معدودة. طب تعرف كمان يا صديقي إن النمل بيستخدم الفيرمونات علشان يحدد طريقه للأكل ويرجع للمستعمرة؟ طب ده بيتم إزاي؟ النمل بيسيب أثر كيميائي وراه وباقي النمل بيمشي عليه. والأغرب بقى إنهم عندهم زينا كده نوع من أنواع التواصل الاجتماعي، في فيرمونات خاصة بالتزاوج وفيرمونات بتحدد مكانة كل نملة في المجتمع. ده غير إنهم بيتواصلوا باللمس، ودي تعتبر لغة سريعة ومباشرة.
وده بيتم عن طريق قرون استشعار حساسة جدا بيستخدمها لللمس والتواصل. أما بقى عن تبادل المعلومات، فخليني أقولك إن النمل بيلمس قرون استشعار بعضه عشان ينقل معلومات سريعة، زي مثلا مكان الأكل أو نوع الخطر اللي بيواجههم. وكمان النمل بيتعرف على بعضه عن طريق اللمس. أما بقى الأغرب إن كل مستعمرة ليها رائحة خاصة، النمل بيعرف أفراد مستعمرته من خلال الرائحة دي. والأغرب بقى من كل ده واللي هتستغرب له جدا إن النمل عندهم أنواع معينة من الرقص بيعملها النمل علشان يدل على مكان الأكل. الرقصة دي بتكون مشفرة فيها معلومات عن المسافة والاتجاه، ولما بيكون في خطر النمل بيعمل حركات إنذار معينة عشان ينبه باقي النمل، زي لغة إشارة سريعة كده. في دراسة اتعملت في جامعة أكسفورد أثبتت إن النمل بيتواصل بموجات فوق صوتية، لدرجة إنهم بيقدروا يميزوا بين الأفراد المختلفين في المستعمرة بتاعتهم، زي ما يكون عندهم أسماء خاصة بيهم مثلا. نيجي بقى لحياة النمل. عالم النمل مش بس لغة وتواصل، لكنه جيش منظم بدقة رهيبة. النمل ده مش مجرد حشرات صغيرة، دي أمة، مجتمع معقد، كل فرد فيه ليه دور ومسؤولية. تخيل معايا مدينة كاملة تحت الأرض فيها شوارع ومخازن ونظام حكم دقيق، والمستعمرة دي بتنقسم لأدوار، والأدوار دي عبارة عن ملكة وعمال وجنود. الملكة وظيفتها الوحيدة هي وضع البيض والحفاظ على استمرار المستعمرة، أما العمال فمسؤولين عن جمع الطعام والعناية بالبيض وبناء الأنفاق. ونيجي بقى للجنود اللي دورهم الأساسي هو حماية المستعمرة من أي خطر خارجي. الغريب بقى يا أصدقائي إن العلماء اكتشفوا إن بعض أنواع النمل بيعمل حروب ضد مستعمرات نمل تانية. ومش بس كده، ده في أنواع من النمل زي النمل اللص اللي بيخطف يرقات مستعمرات تانية ويجبرهم يشتغلوا عندهم كأنهم عبيد. أما المفاجأة الأكبر بقى فهي إن النمل عنده طريقة منظمة جدا لدفن الموتى. يعني لما نملة تموت النمل التاني بينقلها بعيد عن المستعمرة ويدفنها في مكان معين، وده بيأكد إن عندهم نظام اجتماعي معقد جدا. نيجي بقى للقرآن الكريم. قال الله تعالى في سورة النمل: بسم الله الرحمن الرحيم: وحشر لسليمان وجنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. الآيات الكريمة من سورة النمل بتحكي عن قصة سيدنا سليمان عليه السلام وجنوده اللي كانوا من الجن والإنس والطير. في يوم وهو ماشي مع جيشه وصلوا الوادي مليان نمل. سمع نملة بتحذر باقي النمل وبتقول لهم ادخلوا بيوتكم علشان سليمان وجنوده ما يدوسوش عليكم وهم مش واخدين بالهم. ربنا سبحانه وتعالى أعطى سليمان عليه السلام قدرات خاصة زي فهمه الكلام النمل، وكمان بتبين الآيات حرص النملة على سلامة جماعتها وتحذيرها ليهم من الخطر. لو جينا بقى نربط بين الآية الكريمة والأبحاث اللي اتكلمنا عليها سابقا، فده بيأكد إن لما القرآن الكريم ذكر إن النملة حذرت قومها فهو سبق علمي مذهل، لأن الدراسات أكدت إن النمل عنده وعي بالخطر وبيوصل رسائل معقدة زي ما قلنا. الآيات اللي اتكلمنا عنها من سورة النمل بتحكي عن قصة سيدنا سليمان لما سمع نملة بتحذر باقي النمل من جيشه، والعلم الحديث أثبت إن النمل عنده طرق تواصل معقدة. بعد كل الاكتشافات دي بنرجع للسؤال الأول: إزاي القرآن الكريم من أكتر من 1400 سنة ذكر تفاصيل عن لغة النمل بالشكل ده في وقت ولا كان فيه ميكروسكوبات ولا أي أجهزة حديثة؟ ده دليل قاطع على إن القرآن الكريم سبق العلم الحديث بمئات السنين. بالتالي الأبحاث العلمية الحديثة
بتأكد التفاصيل اللي ذكرتها الآيات عن حياة النمل والتواصل عنده، وده بيظهر الدقة والإعجاز في القرآن الكريم. وفي النهاية عالم النمل مش مجرد كائنات صغيرة بنشوفها في حياتنا اليومية، ده عالم معقد ومنظم بشكل مدهش. العلم الحديث وبرغم كل التطور اللي فيه لسه بيكتشف أسرارهم يوم بعد يوم، لكن سبحان الله القرآن الكريم واللي نزل من أكتر من 1400 سنة كان دليل على الإعجاز العلمي اللي سبق زمانه بكتير قوي. ولحد هنا يا أصدقائي هنكون انتهينا من حلقة النهاردة اللي كانت دسمة بالمعلومات اللي يمكن تكونوا أول مرة بتعرفوها. جمعتها لكم من أكتر من مصدر واشتغلت عليها كتير عشان أعرف أوصلها لكم بمنتهى السلاسة. أتمنى إن الفيديو يكون نال إعجابكم، ولو انتوا وصلتوا لحد هنا بشكركم من كل قلبي إنكم لسه متابعين الفيديو، فما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كنت معاكم أنا رحاب محمد، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، انتظروني.